كلنا بنستخدم جملة ورا مصنع الكراسي. وأهم كمان من ناحية مصنع كراسي. طب عمرك سألت نفسك ايه قصة الجملة دي؟ الموضوع بدأ في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، الدولة قررت إنها تبني مصنع ما بين الوراق وإمبابة، والمصنع ده كان مصنع كراسي، المصنع ده كان معمول على مساحة كبيرة جدا، وبعد فترة طويلة وروح يا أيام وتعالي يا أيام المصنع ده فلس وقفل، المساحة الكبيرة دي بقى كانت مرتع لتجار المخدرات، ضريبة الحقن والبلطجية والحرامية والاتنين اللي مش لاقيين شقة، السمعة بتاعت المكان سمعت جدا، وأهالي المنطقة لما كانت أي حاجة غلط بتحصل كانوا بينسبوها لمصنع الكراسي، يعني فلان ده بيروح ورا مصنع الكراسي، ومن هنا الجملة دي انتشرت في كل المنطقة وفضلت محصورة في الوراق ومبابة. وبعد فترة طويلة أحمد مكي عمل شخصية حزلقوم ورمى الجملة دي في قلب الفيلم، وبعد ما الفيلم نجح وكسر الدنيا الجملة دي انتشرت قوي في مصر، الشعب المصري خد الجملة دي وبقى يستخدمها في كل حاجة، هزار، خناقات، ماتشات كورة. وبذكر بقى ماتشات الكورة الجملة دي وصلت ألمانيا لما الأهلي سافر عشان يقابل بايرن ميونخ في كأس العالم، من ضمن الحملات الإعلانية اللي كانت معمولة للفريق الألماني على تويتر دخل واحد مصطبح من الجمهور المصري كتب لهم هناخدكوا ورا مصنع الكراسي، ادمن الصفحه قفش في الكلمه وراحوا منزلينها عندهم عشان يعرفوا ايه حكايه الكلمه دي، والمصريين ما توصوش وحكوا الحكايه كلها، وفعلا الجمله دي النادي الالماني استخدمها في اكتر من مره، والجمهور بقى يهتف بيها بعد ما فازوا على بروسيا الغريم التقليدي بتاعهم. طبعا الماتشات الديربي الكبيره اللي زي كده العالم كله بيبقى مستنيها، ولما الجمله دي طلعت لفت العالم كله في يوم وليله. وبس كده، فولو لو عايز تشوفني تاني.